بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله. انتهت منذ قليل مباراة النادي الأهلي ضد نادي سيراميكا كليوباترا في آخر 3 جولات من بطولة الدوري الممتاز. المباراة بدأت بتشكيل النادي الأهلي باختلاف عن المباراة أو ال3 مباريات السابقة عن اختلافين، وهما نزول أكرم توفيق بدلا من محمد هاني، ونزول مصطفى العش بدلا من رامي ربيعة للإصابة. الاختلافين كانوا تقريبا هما الاثنين او بنسبه اكيده للاصابه. النادي الاهلي بدا بتشكيله 4-2-3-1 كالعاده: محمد الشناوي، مصطفى العش، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، احمد نبيل كوكا، مروان عطيه، عمرو السوليه، امام عاشور، طاهر محمد طاهر، اشرف بن شرقي، ووسام ابو علي. المباراه كانت هاديه جدا كلها في نص الملعب، سواء كانت من النادي الاهلي او حتى عن طريق نادي سيراميكا كليوباترا. كابتن علي ماهر كان بيلعب بضغط متقدم في نص ملعب النادي الاهلي اول 6 دقائق او حتى اول 10 دقائق. كان بيضغط بكل من فخر لقاي مع زلاكا مع احمد بالحاج مع زياده عدديه من نص الملعب، وهو عن طريق محمد رضا بوبو. فكان الضغط متقدم جدا على النادي الاهلي، واحنا كانت عندنا ثغره وهي كابتن عمرو السوليه وكابتن اكرم توفيق. في الشوط الاول كانت تقريبا 3/4 الغلطات منهم. حصل بعض الغلطات كده منهم، من غلط من اكرم توفيق كان هينتج عنه هدف، كابتن محمد الشناوي كان هينتج عنه هدف، لكن الحمد لله عدت بالستر. نجاة الدقيقة 20 بأقدام أشرف بن شرقي بعد تيكي تاكا بينه وبين طاهر محمد طاهر لإمام عاشور بأسيست ولا أروع. بيحطها له الباص كده، بيقول له اتفضل يا كابتن هات جون. أشرف بن شرقي ما يبخلش ويسجل الجون الأول، وهو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20. بعدها على طول استمر الشوط الثاني. استمر الشوط الاول بنفس السيطره اللي هي كانت في كل اللعب على النادي الاهلي او لعب نادي سيراميكا. هما الاثنين في نص الملعب، مين فيهم هيقدر ان هو يكمل؟ واستمر على هذا النظام لحد ما كانت الخطوره كلها في نادي سيراميكا بتتمثل في الكرات العرضيه والكره الثانيه اللي هي بتقع من بعد العرضيه. هما كانوا ممتازين جدا فيها دي، بيعرفوا يلعبوها بشكل ولا اروع. حتى لو تفتكروا في مباراه الزمالك الماتش اللي فات في الدقيقه 94 وهفوه سجلوا من كره عرضيه وبرده كانت ولا اروع بصراحه. والنهارده لحد الدقيقه 94 وكانوا بيطبقوها بشكل ولا اروع. زي ما قلت لك ان هم كانوا بيلعبوا ب4 ضغط متقدم، وهم حاج واسلام عيسى وزلاكا ومهاجم سريع وقوي زي فخري لقاي. فالطبيعي ان هم كانوا اي كوره بيعرفوا يلعبوها عرضيه، ومعاه كمان وجود باك شمال قوي جدا زي محمد شكري، واللي هو باحتمال كبير ان هو يرجع للنادي الاهلي. فهم كانوا بيطبقوا الكره الثانيه بشكل حلو، وكمان لعبهم على الاطراف. زلاكا حرفيا في الشوط الثاني كان فاتح جبهه باسمه، كان بيلعب بطاهر واكرم توفيق على الخط، ومعاهم طبعا كسريه في نص الملعب. كان اداء وحش جدا النهارده. وبس انتهى الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 1-0. يبدا احتاج الشوط الثاني بالضغط كالعاده من نادي سيراميكا، وعرضيه في ال18 كانت ممكن بنسبه كبيره كانت ممكن تدخل الهدف، وكان هيبقى هدف التعادل. دقيقه 65 انتفاضه من النادي الاهلي ويلعب كوره مع عرضيه. اشرف بن شرقي حطها حلوه قوي، بس للاسف كانت جنب القائم. كانت ممكن بنسبه كبيره كانت الهدف الثاني، وكانت هتريح اعصابنا. وبس استمر الشوط الثاني على هذا الحال، كرات ضغط 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 من نادي سيراميكا لحد الدقيقة 94، وكورة خطيرة دي تعتبر كورة الموسم وإنقاذ الموسم من ياسر إبراهيم من على خط ال18. كان خلاص 94 ده خلاص، يعني كان لو اتسجلت جون كان يكون هدف التعادل في النادي الأهلي، وكان بنسبة كبيرة كان ممكن دي ضياع الدوري. لكن في النهاية خلينا نتكلم شوية كورة. كابتن عماد النحاس، كابتن محمد شوقي، كابتن محمد يوسف رجعوا هوية النادي الأهلي تاني. حفظوا، برضه هفضل أكررها في كل فيديو، حفظوا نص الملعب أساسيات المطلوبة منهم. أشرف بن شرقي بدأ إن هو يرجع ويدافع معاهم. إمام عاشور من يومه إن هو حفظوه خلاص، هو مركز 8 بس بينزل يستلم من تحت. في النهاية تنتهي المباراة بنتيجة 1-0 للنادي الأهلي، ويتصدر بطولة الدوري الممتاز بفرق 5 نقط عن نادي بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني. في انتظار مباراة بيراميدز ضد نادي الزمالك، نتمنى هزيمة بيراميدز. شكرا جدا لكم.
لو وصلت لهنا ما تنساش تصلي على النبي، ولو ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة، ده هيساعدني جدا، دعمك هيساعدني جدا. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.